السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده العيش التوست بطريقة سهلة بسيطة مش مكلفة مقارنة بسعره بره. زي ما انتوا عارفين هو بيكون غالي شوية، لكن احنا هنعمله النهاردة في البيت بطريقة بسيطة جدا. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه معايا كوبايه الا ربع من اللبن الفاتر، خلاص، مش سخن قوي ومش بارد خالص، لا هو بيكون فاتر. تمام كده. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقه كبيره ونص من الخميره الفوريه، وندوبهم كويس جدا مع بعض. ولما نتاكد ان الخميره بتاعتنا شغاله واختمرت معانا، هنبتدي ان احنا نضيف باقي المكونات. خلاص، هنبتدي ان احنا نضيف معانا بيضه، وكمان هنزل بمعلقه كبيره من الخل الابيض، ومعلقتين كبار من الزبدة سايحة أو السمنة أو الزيت المتوفر عندك، وهندوبهم كويس جدا مع بعض. وبس كده. وفي البولة بتاعتي هبتدي ان انا احضر الدقيق. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، وضروري جدا ان احنا لازم ننخل الدقيق بتاعنا. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الملح، وهدوب الملح مع الدقيق كويس جدا في الاول. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالخليط السائل على الدقيق، اللي هو الخميرة مع اللبن والسكر والزيت. خلاص، وهبتدي بعد كده ان انا اعجن بايدي، اعجن كويس جدا لغاية لما احصل على قوام، يعني العجينة تلم معايا، وكمان قوامها يكون ناعم كده وملمسها ناعم. انا نزلت بالعجينة بتاعتي على الرخامة وفضلت اعجن فيها لغاية لما وصلت للملمس الناعم اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنغطي العجينة بتاعتنا وبنسيبها في مكان دافي لمدة حوالي ساعة كده أو ساعة ونص، لغاية لما تتخمر معانا بشكل كويس. ده شكل العجينة بتاعتنا بعد حوالي ساعة. شايفين خمرت كويس جدا ازاي؟ لازم تتأكدي ان الخميرة بتاعتك شغالة قبل ما تبدأي في المكونات علشان ما تخسريش المقادير بتاعتك. خلاص، الخطوة دي مهمة جدا علشان دي اللي بتنجح المخبوزات بتاعتك، او للأسف بتفشل بسبب ان الخميرة مش شغالة وانتي مش عارفة. هبتدي هنا بقى ان انا افرد العجينة بتاعتي على شكل مستطيل، خلاص زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما فردته على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين، زي السينابون بالظبط، خلاص هبتدي بقى ان انا الفه. انا بلفه بشكل ضيق جدا، بحيث ان انا مش عايزه اسيب اي فراغات في المنتصف خالص او ما بين الطبقات، علشان في الاخر لما يستوي ونيجي نقطعه ما يبقاش فيه فراغات من جوه ظاهره كده وشكلها مش حلو. لا، احنا عايزين يكون شكله توست زي الجاهز بالظبط، بس احنا اللي عاملينه في البيت. خلاص، بالراحة خالص كده، ولفي بالراحة لغاية لما تخلصي العجينة كلها. بعد كده باجي على الحتة اللي من تحت دي، زي ما انتوا شايفين، ببتدي بقى ان انا اقفلها كده بايدي علشان ما تفتحش مني مع السوا. خلاص، بعد كده بجيب قالب الكيك عندي. لو مش متوفر عندك القالب بتاع التوست، ممكن في قالب الكيك بس بنديله دهنة زيت، وطبعا بنغطيه وبنسيبه يختمر تاني. بعد كده بندخله على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة مع المتابعة. واول ما بياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده بطلعه على طول وهو سخن كده. ببتدي ان انا ادهنه بالفرشة بزبدة سايحة، خلاص، علشان الزبدة بتديله طعم حلو وبتديله لمعة وريحة حلوة وبتديله طراوة كده، بيبقى حلو قوي. وبعد كده بسيبه يبرد خالص خالص مدة ممكن 4 ساعات 5 ساعات. وبعد كده ببتدي ان انا اقطعه. ما تقطعيهوش وهو سخن علشان آه شكله ما يتبهدلش معاكي، وكمان ممكن يعجن كده من جوه. استني عليه خالص لغاية لما يبرد خالص، بعد كده بيقطعيه.
وده الشكل النهائي للتوست بتاعنا. تقدري تقدميه مع الجبنة الكريمي، انا كنت عملتها معاكم قبل كده، او مع النوتيلا انا برضه عملتها معاكم قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وبس كده الفيديو النهارده خلص، ووصفتنا كمان خلصت معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ووصفة النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.